هنعمل الفطير المشلتت. هنعمل منه فطير سادة خالص، الطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله هنعمل كمية منه حلوة من الكيلو دقيق. وهنعمل كمان فطاير محشية بالجبنة او اي حشوة انت تفضليها او تحبيها، المفضل عندك او اللي انت متوفر عندك هتحشيه بيها. هنعملها فطاير بالجبنة، اي نوع جبنة عندك متوفرة تعمليها بيها. هتطلع ما شاء الله اللهم بارك النتيجة عندك ممتازة وحلوة قوي، وسهلة خالص وبسيطة. وانت واقفة على الرخامة كده هتعمليها، مش هتحتاج منك شد ولا فرد كتير ولا اي حاجة خالص، وهيطلع ما شاء الله مورق وحلو قوي. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على اله واصحابك اجمعين. معانا حوالي 3 كوبايات من المية اللي هي 200 ملي. معانا 6 كوبايات 6 معالق من السكر، من معاكي من 3 معالق ل6 حسب ما انت تحبيه. عندنا كمان نص معلقة من الملح، لان الفطير بيحتاج ملح زيادة شوية عن المعجنات التانية، يعني بنحط نص معلقة. ماشي. ونزلنا بكيلو الدقيق اللي هو اللي احنا نخلينه طبعا. ونوع الدقيق عندنا هنا النهاردة دي متعدد الاستخدامات، اللي هو الدقيق الفاخر او دقيق المحلات. نخلناه كويس ونزلنا بيه على المية بتاعتنا اللي هي من الحنفية عادي خالص، صيف شتاء خليها من الحنفية بس. المهم الملح والسكر علشان الفطيرة عندك تطلع حقيقها جميل وحلو. عجننا العجينة بتاعتنا، عجناها كويس. معانا لما ظبطناها بالدقيق بتاعنا فاض حوالي نص كوباية كده من كيلو الدقيق للثلاث كوبايات، على حسب طبعا نوع الدقيق عندك. ممكن كيلو الدقيق ياخد عندك اكتر من 3 كوبايات، وممكن ياخد اقل على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. انا جايباه الدقيق من السايب خالص، اللي هو ما هواش مغلف، يعني سايب من الشكاير. عجنت كويس قوي ولتيت فيه كويس قوي. بياخد معانا في الفطير عجن شويه زياده علشان خاطر نربي له نسبه جلوتين او نربي له عرق. تمام. فجبنا بقى كده بعد ما عجنا العجينه كويسه وشفناها زي ما انتم شايفين كده بالظبط، بس فيها ملمس التلزيقه شويه في الايد. حطينا 2 معلقه من الزيت علشان نلت بيهم العجينه كويس. وزي ما قلنا قبل كده، المعلقه الزيت اللي بنحطها في الاخر دي بنلت بيها العجينه بتاعتنا بتاعه الفطير، بتديلنا فيه نعومه ولمعان، وبتخلينا كمان الفطير مورق، وفي نفس الوقت بيسحب معاكي سهل وانت بتقطعيه. عجنت العجينه بتاعتي كويس وخدمتها كويس جدا، وغطيتها بمعلقه الزيت زي ما انتم شايفين كده. وهسيبها متغطيه باي صينيه او اي طبق او اي حاجه لمده نص ساعه بس، ترتاح بس مكان العجن. جيت هنا كده بعد النص ساعة، ما شاء الله العجينة بتاعتنا ملمسها بقى ناعم جدا. عايزة بس مسحة ايدي بزيت كده بسيط، او الرخامة اللي انا هفرد عليها العجينة بتاعتي او هقطع عليها، سواء الصينية او الرخامة. هاخد العجينة بتاعتي وبسم الله اللهم بارك، ملمسها ناعم جدا وحلو قوي، لاننا ربنا فيها نسبة جلوتين حلوة او نسبة عرق كتير. فعلشان كده ما شاء الله اللهم بارك حلوة، عجينتها جميلة قوي. قطعناها بس النصين كده. هنعمل نص منها بالفطير الساده خالص العادي، اللي مش هياخد معانا وقت لا في التوريق ولا في الفرد ولا في حاجه. وهناخد النص التاني هنعمله نحشيه اي نوع حشوه انت هتحشيه، هيبقى جميل معاكي وحلو قوي. قطعت بقى القطعه بتاعتي الاولانيه كده، بحيث ان انا كل 3 هعملهم واحده. القطعه بتاعتي هتيجي من 30 ل 40 جرام بس، علشان لو انت هتعمليها فطاير صغيره زي اللي احنا هنعملها، هتعمليها بقى في صواني كبيره وتفرديها تاني بعد ما نفردها الفرده الاولى. هتعملي الحجم القطعة بتاعتك كبير. ودايما بنقول لو انا هفرد الفطيرة عندي في صواني كبيرة بكبر القطعة، هفرد الفطيرة عندي الصواني اللي عندي صغيرة بصغر القطعة. دي اللي بتتحكم لي وتخلي لي الفطيرة عندي مورق او لا. يعني لو انا الصينية عندي صغيرة وقطعت قطعة العجين اللي انا بقطعها الوقت دي كبيرة، الفطيرة عندي ما بتجيش مورقة. لو انا الصينية عندي كبيرة وقطعت قطعة العجين كبيرة بزيادة عن اللزوم، برضو ما تجيش مورقة. قطعي دايما قطعة العجين صغننة ومقنرة كده وحلوة، علشان تتفرد معاكي في الصينية تكون مورقة وجميلة. قطعت النص بتاعي، النص العجينة بتاعتي اللي هو حوالي نص كيلو دقيق، قطعته زي ما انتم شايفين كده. حطه على زيت، على صينية مسحتها مسحة من الزيت، وحطيتهم عليها وغطيتهم بصينية تانية جنبي على الرخامة. بقيت الكمية بتاع العجين قطعتها على 4 زي ما انتم شايفين كده. هي ما شاء الله العجينة ملمسها ناعم وحلو قوي، وبتتفرد معاكي وناعمة وجميلة قوي. لما بتسيبيها ترتاح الشويه اللي بنريحهم بعد العجن بتبقى جميله قوي وحلوه. قطعت ال4 زي ما انتم شايفين كده، هنعملهم 4 فطاير بالجبنه. طبعا هرش على الصينيه اللي انا هحطهم عليها او سطح الرخام اللي انا هحطهم عليها نسبه من الدقيق او الزيت اللي انت ترتاحي له. المهم ان انت في الوقت ده تغطيهم، علشان لسه هناخد وقت عبال ما نفرد هنا، لا هم ما ينشفوش منك من على الوش ويبقى شكلهم مش حلو. وبرضو الكميه التانية الصغيره مغطينهم جنبينا، وبناخد واحده بواحده زي ما انت شايفه. جبت كميه من السمنه او الزبده اللي انت ترتاحي له او المتوفر عندك، بفرد بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالظبط، ومش بوسع اكتر، يعني هو على الرخامه زي ما انتوا شايفين. وببدا اورق بين كل طبقه وطبقه مسحه من الزيت.
هنعمل واحدة تانية برضو مع بعض اهو. ببدأ افرد، هي ما شاء الله اللهم بارك، سبتها على الصواني ارتاحت حوالي نص ساعة برضو، وبدأت فردت زي ما انتم شايفين ما شاء الله العجينة بتجري معايا تحت ايديا سريع، وفي الوقت نفسه مش بتتقطع منك. تمام. لما بتريحيها مسحة سمنة بسيطة قوي على وش الرقاق اللي احنا فردناها، وبعد كده ببدأ اطبق، وكل بين كل طبقة وطبقة مسحة برضو سمنة زي ما انتم شايفين. بحط حوالي 3 بس كده علشان انا عايزاهم صغننين. لو انت الصينية عندك كبيرة وهتفرديهم كل واحدة لوحديها في صينية، اعملي 5 وحدات من بره بعضيهم بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وسيبيها في الصينية، ادهني الصينية دهنة من السمنة وحطيها في الصينية، وبعد كده افرديها، املبها الصينية الصغيرة اللي هي رقم 25 و30 و28 والارقام اللي هي بنعمل فيها البسبوسة والكيكة والحاجات دي. تمام. امليها بيها بقى كده 5 وحدات، هيخلوها حلوة قوي، خلوها مورقة معاكي وجميلة قوي. بس اشتغلي بنفس الشغل اللي احنا بنعمله ده. بفرد القطعة زي ما انت شايفة كده، وبدهنها كلها مسحة من السمنة بسيطة قوي علشان ما يكونش سمنته تقيلة، وببدأ اطبق نفس الطبقات اللي انت شايفاها دي واركن جنبي. لما ترتاح خالص واخلص بقيه الكميه بتاعتي هجيب الصاج بتاعي اللي انا هحطهم فيه او هسويهم فيه. هنعمل برضو دي مع بعضينا كده، وبعد كده هنحطهم في الصاج كلهم، وبعد كده هقولك هنعمل ايه في الفطير التاني او ده برضو هنشتغل فيه ازاي. ما شاء الله الفطيرة عندي بتتفرد معايا بسهولة، ناعمة وجميلة، والملح اللي انت بتحطيه في الاول ملح مظبوط بيخليها ما تقطعش معاكي ابدا وانت شغالة. برضو هنكمل دي، برضو هنحطها 3، كل واحدة منهم 3 جوه بعضهم. بفرد زي ما انت شايفه كده، المهم ان انا ايدي بسحبها على العجينه علشان ما تكونش فيها حته تخينه وحته رقيقه. افردي كله ميزه واحده، مفيش حاجه اسمها الحرف يبقى تخين شويه او الوسط تخينه شويه، لا، افردي كله ميزه واحده واعملي بنفس الشكل كده. خلصنا الكميه بتاعتنا ما شاء الله، وجبت الصاج بتاعي اللي انا هحطهم فيه ومسحته مسحه من السمنه. عايزه انت تخلي الفطاير اكبر، هتحطي 5 زي ما قلت لك، وافرديهم كل واحده في صينيه لوحديها او كل واحده في صاج لوحديها. تمام. بس احنا خلينا كل واحدة 2 بس او 3 علشان تكون مرقة معانا وحلوة، وان احنا مش هنفردها اكتر من كده. هحطهم في الصاج بتاعي اللي انا دهنته دهنة من السمنة، واركنهم جنبية، احط عليهم كيس بلاستيك، يا اما احط عليهم صاج تاني قد الصاج بحيث ان الهواء اللي حواليا ما ينشفش العجينة بتاعتي. بس كده هركنهم بقى على جنب، وتعالي نشوف الطريقة التانية اللي هنشتغل بيها. العجينة عندنا بسم الله اللهم بارك حلوة قوي. مسحه بس كده من على الوش بالسمنه علشان خاطر العجينه بتاعتي ما تشققش من على الوش ولا تنشف، وفي الوقت نفسه هو ده اللي هتخش بيه الفرن، تديني لون حلو قوي في التسويه مع معلقه السمنه اللي على الوش دي. تعالي بقى للعجينه التانية كده. ارتاحوا ما شاء الله اللهم بارك، كنت مغطياهم بصينيه تانية فمسكوا فيها من فوق بس ماسكه بسيطه قوي. هجيب بقى رشه من الدقيق وابدا احط اول قطعه عندي، وارش عليها رشه بسيطه قوي من الدقيق من على الوش، وافرد بايدي معايا لغايه ما احس انها تبقى تقيله شويه على ايدي في الفرد، او مش هتفرد معايا اكتر من كده، بجيب النشابه على طول وافردها. وزي ما انت شايفه بفردها بالناحيه دي شويه والناحيه دي شويه لغايه ما تتفرد معايا ويكون سمكها حوالي 2 مللي بس. تمام اهو. لو حبيتي تفردي اكتر من كده مفيش مشاكل، بتدي طبعا طبقه توريقه اكتر، بس هوريها لك ما شاء الله اللهم بارك نتيجتها ناجحه جدا والتوريقه بتاعتها زي العسل. اديت بقى مسحه من السمنه كده برضه او من الزبده اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. بس كده مسحه خفيفه كده من السمنه، وببدا اطبق بقى التطبيقات بتاعتي. والنوع ده احنا فردناه على دقيق ما فردناهوش على زيت. برضو كل تطبيقه عندي هديها مسحه برضو من السمنه زي ما انتم شايفين كده لغايه ما اخلص التطبيقات بتاعتي. جبت الناحيه التانية برضو عليها ومسحه برضو من السمنه بسيطه كده، وهطبق بقى بقيه التطبيقات بتاعتي اهو. دي هركنها عندي على صينيه مرشوش عليها دقيق، لان انا هنا شغاله بالدقيق مش بالزيت. تمام. بس كده اكمل. تعالي نعمل واحده تانية برضو مع بعضنا علشان لو مخدتيش بالك من الاولى. العجينه بتاعتي زي ما قلت لك انها مرتاحه عندي، سايباها فتره ترتاح حوالي نص ساعه عبال ما فردت التانيين. كانت هي ارتاحت ما شاء الله، بتجري تحت ايديا وتحت النشابه بكل سهوله، ومش بتتقطع منك ومش هتغلبك في الفرد. ولو حابه تعمليها رقاق في الوقت ده هتتعمل معاكي رقاق، هتبقى حلوه قوي، او فطيره كبيره خالص وتطبقيها اللي يريحك. بس كده هبدا ادهن برضه دهنه من السمنه بسيطه. انا كله بقول لك بس احنا مش هتغلبي في التوريق ولا في الفرد ولا اي حاجه، فرد بسيط خالص بالنشابه او بايدك وهتكملي شغل. مسحناها مسحه من السمنه برضو. هبدا اطبق بقى التطبيقات بتاعتي علشان اسيبها ترتاح شويه عبال ما اخلص الاربع وحدات بتوعي. الاولى هتكون ارتاحت هبدا شغلي فيها على طول. مسحه برضو من السمنه كده، وهبدا برضو ادي التطبيقه بتاعتي التانية اهو.
المهم ما تخليش بس الاحرف تطلع بره منك علشان خاطر تبقى شكلها مسوي وحلو، لما تيجي تفردي المره التانية تبقى بسيطه وتتفرد معاكي بسهوله. مسحه برضو من السمنه كده وابدا اقلب وخلاص. هركنها برضو عندي على الصينيه وهنكمل بقى الاربعه بنفس الشكل كده. انا عملت الاربعه وتعالي جبنا اول واحده هبدا بقى اديها فرده كده علشان نكمل الشغل بتاعنا ده. كده كنا بنشتغل في التانيين بعد ما خلصنا الاربع وحدات. عبال ما خلصتهم كانت ارتاحت الاولى اهي، دي مورقينها بالسمنه وباينه خالص اهي. هبدا بقى افردها بنفس الشكل برضو زي ما فردت المره الاولانيه، بس همسح مسحه بالسمنه واحط التوريقه واحط الحشوه بتاعتي على طول، مش هطبق تاني بقى. وهتعدي الورق بتاعها الوقت مع بعضينا بالورقه ما شاء الله. بس هجيب بقى اي حشوه عندي في الوقت ده، عندك تعصيجه بتاع لحمه، عندك جبنه، عندك جبنه موتزاريلا او شيدر او اي نوع عندك. انا حبيت ان انا احط فيها جبنه بالفلفل، بتبقى طعمها جميل وحقيقه وحلوه، بتبقى مع الفطير جميله. بس كده هحط فيها وازود معاها شويه عشان الولاد عندنا بيحبوها زياده شويه الجبنه البراميل. هطبق بقى التطبيقات بتاعتي تمام اهو. جبت الجنب هطبقه والتاني هطبقه برضو، وبتطبيطه بسيطه قوي ومسحه من السمنه في الصاج بتاعي واروح حطها في الصاج جنبيا. في الوقت ده عبال ما انا افرد الاربعه دول هيكون الصاج التاني ارتاح، ابدا بقى اسوي على طول اهو. خلصتها جنبيها وحطيتها، هتفضل زي ما هي كده، مش هفرد اكتر من كده، وهتطلع توريقاتها جميله قوي. التانية برضو نفس الشكل، رشه بسيطه من الدقيق وهبدا افرد برضو، لان دي هنعملها بجبنه عاديه، وفي واحده هنعملها من غير حاجه خالص، من غير حشو خالص. كلهم هوريهم لك في الاخر بعد التسويه توريقتهم من جوه اهي. بتتفرد معايا سهوله وما حطيتهاش في التلاجة لان انا دهنه بسمنه مش مسيحاها، او بزبده فكاها شويه، او يعني ايه زبده بدرجه حراره المطبخ ما هياش سايحه قوي وسخنه. لو انت حطيتي سمنه سخنه او زبده سخنه مسيحاها على النار، فهتضطري انك انت تحطي العجينه في الوقت ده في التلاجة علشان تقدر انك انت تفرديها سهل، ما تعومش منك تحت ايديكي. ما تحطيش زيت خالص في التوريق اللي احنا عملناه في النوعيه دي. لما تدهني على دقيق بيشرب معاكي كميه الزيت السمنه الزياده، فبتخليها ما تسرحش منك كده او كده، بتفضل بتتورق معاكي سهل. حطيت برضو الجبنه بتاعتي دي جبنه قريش من العاديه خالص اللي احنا عملناها مع بعضنا في الفيديوهات قبل كده. كنا مخزنينها بفلفل كده مع الميه بتاعت الجبنه، طعمها جميل والفلفل مديها طعم حلو قوي. بس كده التوريقه برضو بتاعتي بنفس الشكل، همسح مسحه بسيطه من السمنه على الوش واطبق واحطها في الصاج برضو بتاعي نفس الشكل كده. هعمل الاتنين التانيين، واحده منهم هعملها جبنه قريش عادي، والتانية هعملها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كده من غير حشوه ولا اي حاجه، هتبقى ساده بس بنفس الشكل. تعالوا بقى كده خلصنا الاربعه اهو. همسحه بس من السمنه كده على الوش ولا الزيت زي ما ترتاحي عشان تدينا لون بس، وفي الوقت نفسه العجينه بتاعتي شاربه دقيق ما تبقاش ناشفه قوي من على الوش. هديهم دهنه كده بسيطه واروح اسوي الصاج الاولاني اللي انا عملته الاول، وبعد كده احط الصاج ده. والفطير بعد ما تفرديه بنفس الشكل ما يقعدش اكتر من نص ساعه. لو قعد اكتر من نص ساعه عندك مفروض في الصواني زي ما انت شايفه كده، هيرد عجين تاني في بعضيه، مهما كنت مورقاه بالسمنه هيرد في بعضيه تاني. يلا ناخدهم عند الفرن ونروح نسويهم. بياخدوا على درجه حراره بسخن الفرن جامد، ايا كان الفرن اللي انا هسوي فيه، سواء الفرن الغاز الكبير اللي عندي بتاع العيش او الفرن بتاع المطبخ. سواء الفرن بتاع المطبخ هتولعي البوتاجاز قبلها ب5 دقايق او ب10 دقايق يسخن كويس، وبعد كده هتحطي الفطير فيه. طبعا لو الفرن بتاعك بيشتغل من تحت بس او من فوق بس، هتشغلي من تحت على اعلى درجه حراره اللي هو بوتاجاز المطبخ بتاع الطبيخ، وتحطيها فيه. هتاخد حوالي معاكي بس هتقفلي باب الفرن، وبعد كده هتداير الصاج كل شويه. الفطير سخن عندي، اسيبه بس دقيقه كده لما يهدى شويه وبعد كده هوريهولك تمام. بس المهم يدخل الفطير بتاعنا على فرن سخن علشان يديكي اللون الجميل ويستوي معاكي سهل، ما يعجنش معاكي من جوه تمام. بس كده اسخن الفرن كويس. لو انا بشتغل في فرن المطبخ اسخنه كويس، وبعد كده احط الفطير عندي وكل دقيقتين اداير الصاج بتاعي واخليه على تحت لما ياخد لون من تحت. لو انا الشوايه لوحديها بشغل دي ودي واحطها على تحت خالص في الفرن من تحت، على يعني اول صاج عندنا تحت. لو الفرن بتشتغل من تحت الواحد من تحت وفوق مع بعضيهم، بشغل تحت الاول، لما ياخد الفطير عندي لون من تحت برجع اولع الشوايه من فوق. تعالي عدي التوريق عندنا بقى وهقولك واحنا شغالين كده. انا سويته في الفرن الكبير، سخنت الفرن الكبير عندي ووطيت النار من فوق ومن تحت، من تحت على اعلى من المتوسط ومن فوق اقل من المتوسط، وحطيت الصاج بتاعي بس بدايره كل دقيقتين وبقفل الفرن تاني علشان ياخد لون كله من الجوانب زي بعضي.
الفطير عندي ما شاء الله اللهم بارك مورق وحلو قوي، الجبنه مش مسلوقه، لا الجبنه جميله طعمها جميل. والفطير عندنا كمان ما شاء الله اللهم بارك اهو، تعديه بالورقه ما هواش لا معجن ولا اي حاجه خالص، ما شاء الله اللهم بارك. السمنه بتاعته طعمها جميل، لانك لما تشتغلي بزبده بلدي او زبده فرن بتبقى طعمها جميل في الفطير. التوريق عندي جميل ما شاء الله اللهم بارك، النوعيه دي نوعيه حلوه قوي، لما بتعمليها بتبقى حلوه قوي، بيبقى طعمها جميل وفي الوقت نفسه مستويه سوا صح. لما بتفرديه على دقيق بيبقى طعمه اجمل كمان من ما بنفرده على زيت. تعالي شوفي التوريقه عندي اهي، كل ورقه لوحديها، وطعم الجبنه فيها جميل خطير قوي. طبعا نوع الجبنه اللي انت تحبيه او اي حشوه انت تحبيها اشتغلي بيها. الفطير عندي جميل ما شاء الله، مستوي من فوق ومن تحت وزي العسل اهو. تعديه بالورقه وناجح معاكي وحلو. لو عملت الكميه كلها من النوع ده او من النوع ده، الاتنين جمال وحلوين، عايزه تاكلي من اللي محشي مفيش مشاكل اهو مورق، وتعديهم بالورقه وحلو قوي. ادعموا بقى الفيديو بلايك حلو منكم كده لو سمحتوا، وان شاء الله كده شير لو عجبك الفيديو، واشوفكم ان شاء الله كده على خير في فيديو جديد. دمتم بخير وصحة وسعادة وسلامة. لو عندك اي تعليق اكتبيه في التعليقات وانا من عينيا لكم حاضر. اي سؤال عندك ما استفسرتش فيه في التعليقات في الكلام قوليلي وانا تحت امركم. يلا حبايبي اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم بخير.